يا مساء الفل أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست حب ولا صياح. هنا المكان اللي هتبعتوا لنا فيه مشاكلكم العاطفية أو صياح عن علاقاتكم، وهنقول لكم تعملوا إيه أو هنصيح مع بعض أيهما أقرب يعني، وهو بدل ما تصيحي لوحدك. وأول مشكلة معانا النهاردة هي مشكلة راجل باعت بيقول أنا خاطب من 7 شهور وخطيبتي كويسة معايا. طيب الحمد لله، ربنا يتمم لكم بخير وكل حاجة كانت حلوة، لحد ما من 3 شهور جت واحدة جديدة معانا في الشغل ومعايا في القسم بتاعي. أهلا بيها، مالها يعني؟ والصراحة هي عسولة وحلوة قوي وأحلى من خطيبتي. أنا كنت حاسة إن في مصيبة. الراجل البطيخ أبو قلب كبير وعين زي أهو يا جماعة، فأبهى صوره. وانت ليه أصلا تبص لواحدة تانية غير خطيبتك وكمان تشوفها أحلى منها؟ ما اللي معاك حلوة وكويسة ولا يتفاصل وخلاص. ده خنزير على طلع خنزير. وبيكمل وبيقول وبدأنا نتكلم وأخدنا أرقام بعض وارتبطنا. ما شاء الله، قلبه يسعى من الحبايب ألف. وأنا ما قلتلهاش إني خاطب ومش بلبس الدبلة أصلا. ما هي التفاصيل الصغيرة دي دايما بتقع منكم كرجالة. انت هتقولي ماما حلوة. المهم بيكمل وبيقول أنا دلوقتي خايف إنها تعرف إني خاطب، أعمل إيه؟ قلبي هيقف من حنيتك، خلتني أعجز عن الكلام يا راجل. طب خطيبتك دي إيه؟ مش خايف تعرف إنك بتخونها؟ ما شفتش في بجاحتك يا راجل يا ناقص يا دوب. بص يا دنجوان عصرك يا ابو قلب كبير، انت هتختار واحدة فيهم واعتقد هتبقى التانية، لان لو الاولى مالية عينك ما كنتش هتبص بره وتقول لخطيبتك المسكينة مفيش نصيب، عشان انا راجل قلبي زي الميكروباص، اي حد معدي بقول له اركب. ولازم تاخد الخطوة دي بسرعة، عشان كده هتتقفش وساعتها هتندم، لان الاتنين هيسيبوك، بس قبل ما يسيبوك هيروقوك، ومش محتاجة افسرلك هيحصل فيك ايه. يا راجل يا عديم الحساسة. ورجعنا لكم بمشكلة تانية بعتت بتقول يا جماعة أنا محتاجة نصيحة، عينينا ليكي صدقيني، قولي مشكلتك واحنا جاهزين بالنصيحة على طول. بتقول أنا عندي 16 سنة، حلو ربنا يوفقك في امتحاناتك يا بنتي. وبتكمل وبتقول ومتقدم لي واحد مطلق. ايه أنا قريت الرقم صح مش كده؟ أهو 16 يا جماعة، أمال في ايه طيب؟ وبتكمل وعنده ابن بس صغير، عنده تقريبا سنة، فمش عارفة أوافق ولا لأ. قصدك توافقي تبناكي عشان يربيكي مع ابنه صح؟ 16 سنة ومطلق، حبات الضغط من على الجمل بسرعة. هو في ايه يا جماعة؟ ما تقلوناش على نفسنا. لأ، وبتقول إنها بتحبه وهو جارها وهي محتارة ومش عارفة تعمل ايه. قومي يا حبيبتي استهدي بالله واغسلي وشك كده وكملي مذاكرة. أنا مش عارفة تعمل ايه. قال ده أكبر منك ومطلق ومعاه طفل، يعني مسؤولية انتي صغيرة عليها جدا. محد يشوف لنا باباها ومامتها فين البنت دي. بصي يا حبيبتي، ده واحد مش مناسب خالص ليكي، ولا انتي هتكوني قادرة تكوني مسؤولة عن طفل وبيت وزوج، لان انتي نفسك طفلة لسه، خبرتك في الحياة مش كافية لده كله. عيشي سنك واتبسطي وأجلي المسؤوليات دي لما يبقى عندك الخبرة الكافية ليها. وبكده يكون صياحنا النهاردة خلص. مستنية رأيكم في حلقتنا النهاردة، وكمان لو انتوا عندكم مشكلة عاطفية أو صياح اكتبوا لنا في الكومنتات أو على لينك صراحة اللي هتلاقوه تحت الفيديو. بنتبسط جدا بمشاركتكم، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من حب ولا صياح. باي باي.